تيما الجزائري اللي كيبقى هو يعني المسؤول يعني على احتضان هذا الفريق المستقبل. اذا لك التعليق صحيح ما يقع للنهضه البركانيه بالجزائر الكريمه. أي اعتراف مجددا لك أخي مصطفى والجميع الأحبة والمشاهدين والمشاهدات الأوفياء. هذا البث المباشر استثنائي. السياق كيعرفوا الجميع، ونتمنوا منكم يعني ومن جميع المشاهدين والمشاهدات بارطاجيو الأوفياء انهم يبارطاجيو هذه الحلقه على نطاق واسع. يعني هذا البث خصو يتبارطاجا بزاف، يعني باش نكشفوا للعالم الاسلامي والعربي هذا الخبث ديال النظام الجزائري المقيت. بعثه النهضه البركانيه مصطفى اليوم يعني حطت الرحال المطار ديال هواري بومدين بالجزائر. المسؤولين ديال اتحاد العاصمه داروا داك الشيء اللي عليهم عا باش نعطيو لك كل ذي حق حقه. جاو للمطار استقبلوا البعثه ديال الفريق النهضه البركانيه بالورود كيف العاده، وهذا الشيء ولفناه بين يعني الانديه المغربيه والجزائريه. حنا راه ما كنتكلموش هنا على الانديه الجزائريه، ما كنتكلموش على المسؤولين ديالهم، انما نتحدث حول السلطات والنظام الجزائري. بعد ذلك المسؤولين ديال اتحاد العاصمه يعني كيتفاجئوا بالسلطات الجزائريه. يعني قالوا لهم يعني انتم سيروا حنا هادو غنحتجزوهم لان الاقمصه ديالهم فيها الخريطه الكامله ديال المملكه المغربيه الشريفه. وحبسوا يعني البعثه ديال النهضه البركانيه منذ ساعات، وهما الان يعني محتجزين في المطار. طلبوا منهم قال لهم الا بغيتوا تمشيو وتخرجوا كيخصكم تغطيو الخريطه المغربيه بالسكوتش. قمه الحماقه، قمه الهبل، قمه الديكتاتوريه. وانا استغرب كيفاش الاتحاد الافريقي لكره القدم وكيفاش الاتحاد الدولي لكره القدم دائما ما كيشوف هاد التصرفات الهمجيه ديال النظام الجزائري وكيسكتوا. هذه الدوله خصها تمنع من المشاركه في جميع التظاهرات الرياضيه، لانها ببساطه كتخرق القوانين والاعراف ديال الاتحاد الدولي لكره القدم. كيفاش انت فرقه مشاركه في منافسه قاريه كتمنعها انها تخرج من المطار بدعوى انها لعبه بالخريطه؟ فريق النهضه البركانيه لعب بالخريطه ديال المغرب جميع اللقاءات ديالو الافريقيه. اين هو الاشكال؟ فين كاين علاش غادي نبقاو يعني نديروا هذه الممارسات الصبيانيه؟ وهذه ماشي اول مره. حنا كنعرفوا بان النظام الجزائري دائما ما كيحاول انه يستفز المغرب في جميع المجالات، سياسيا اقتصاديا رياضيا. وهذا المغرب بين قوسين ما كيديرش فيهم. حنا دائما كنتعاملوا بالرزانه وباللباقه وكنتغاضوا على الاستفزازات ديالهم. اليوم حنا عندنا فرقه ديالنا لعبه دومي فينال ديال كاس الكاف، كيف يعقل يبقاو اللعابه مجبدين في المطار 4 سوايع ولا 5 والمده قد تزيد تطور؟ الوجبه ديال الغداء تناولوها في المطار. واش كاين شي يعني شي ديكتاتوريه اكثر من هذه؟ كيفاش هاد اللاعبين اليوم غادي يوجدوها مصطفى الماتش اللي غيتلعب؟ ملي غتخليهم منشورين في المطار هاد الساعات كلها هما جالسين؟ عن اي راحه نفسيه كنتكلموا؟ لا لشيء الا لان اقمصه النهضه البركانيه فيها الخريطه المملكه المغربيه. وللتذكير اي نادي مغربي مشى للجزائر الا وكيتعرض لهذه الممارسات. راه تذكرنا مع الوداد حجزوا لهم الكاميرا والطاقم ديال التصوير، مع الرجاء مع الجيش دائما كيديروا هذه الممارسات الصبيانيه والممارسات الهمجيه اللي خص توضع عليها واحد الحد. لان كره القدم في الاصل خلقت لمد جسور التواصل بين الشعوب والامم. حتى الا كان شي مشكل الكره كتعالجو، ولكن هاد الناس للاسف ما كيفهموش هادشي هذا، ما كيامنوش به. ديجا المنتخب ديال اقل من 17 سنه ما خلاوش المشاكل اللي داروا العراقيل. حنا فين ما بغينا نمشيو للجزائر كنلقاو هذا. حنا ما كنمشيوش السياحه، فما كان ما يتشاف، كنمشيو اللي كانت الضروره الرياضيه فقط لا اقل. وهنا اللي مسؤول مصطفى هو الكاف اللي كيخصو يحمي الانديه والمنتخبات، وكذلك الاتحاد الدولي لكره القدم. راه اليوم نيت كاين اجتماع ديال اعضاء المكتب التنفيذي بالرباط اللي منعقد في هذه اللحظات. انا والله الا كنتمنى من المسؤولين الجامعه الملكيه لكره القدم انهم يطرحوا هذه النقطه، واخا ما كانتش في جدول الاعمال ولكن يطرحوها. يقولوا بانه جار اهبل، جار احمق، نظام ديكتاتوري. اشنو كيدير؟
هاد التصرفات اللي كيدير. اخوان بارطاجيو، الله يخليكم. نبغيو شوف نبغيو هذا الشيء يبارطاجا كاع حتى في تيلي جروب ديال الصفحات المصريه ولا التونسيه ولا الليبيه ولا العربيه ولا الله يجازيكم بخير. لهم بارطاجيو الحساب باش هاد الناس نوريهم بانهم راه جار. هادو ماشي هادو شوف السي حسناوي صاحب الملك الحسن الثاني رحمه الله، والله الله يولي بمغفرة الله الحمد، قال واحد الكلمه، قال لك بلانا الله واحد الجار ديال السوء. راه مازال الخطاب اللي رجعتوا ليه مازال، ياك بلانا الله وعطانا الله واحد الجار ديال السوء. راه في كافه. وقلت انا دائما يجب المعامله بالمثل، يجب المعامله بالمثل. واش ما حشوماش الناس دابا هاد اللاعبين انت قلتي انت كيفاش غادي؟ واش انا والمطار دابا باش كدير حسناوي غير هذاك اللون باركوما وكتوصل وخصك توصل كتعيا، اش من الكره غادي تبقى له تلعب هاد اللاعب؟ واش النهضه بركانيه اول مره واخر مره كيلعب الخريطه ديال المغرب كيديرها في التون ديال ديك دايره غير دارها في هذه المباراه؟ كون دارها في هذه المباراه ما دارش مباراه ديال الاخرى نقولوا اوكي، ولكن راه النهضه بركانيه في المباريات كلها الافريقيه لعب بخريطه ديال المغرب. هاد الناس راه تسطاو اخي، هاد الناس يجيبوا. شوف الكاف انت كتكلمي على الكاف حسناوي، الرئيس ديالها ضعيف الشخصيه، اسمح لي مي غنبغيو تكون قرارات حسن. لا قال لك دير سكوتش على الخريطه. واش هادو مسطين هادو؟ ولو كلفنا الامر حسنا ما نلعبوش هاد المباراه كاع، لان الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه، وديما كنقولوا الله الوطن الملك والصحراء مغربيه، وهذه المباراه حنا ما عندنا ما نديروا بها. ولكن الكاف يجب ان يتدخل ويعطي انذار للمسؤولين ديال الاتحاد الجزائر. غتقول لي حسناوي هما داروا اللي عليهم، هي اللي داروا اللي عليهم، ولكن هما غيكونوا ضحيه ديال النظام ديالهم الجزائري البخيس. انا اللي امانه هاد الناس حسناوي كان المغرب من الناس اللي ساهموا في استقلال هاد البلد، وكاين علاقات كبيره بين الشعب الجزائري والمغربي، وجاو هاد الناس فسدوها وعمروا لهم راسهم وداروا لهم الغسيل ديال الدماغ، تا ولينا حنا قلنا حنا اعداء. ومع ذلك كانت اليد دائما ممدوده الحسناوي، لا في الخطابه ديال الملك محمد السادس نصر الله دائما كانت الخطابات ديالو اليد ممدوده لهاد الناس. ولكن هاد الناس في النيه ديالهم خايبه الحسناوي، النيه ديالهم للامانه خايبه وخايبه بزاف. الناس ملي كتعامل معاه بواحد الطريقه اللي هي مثلى، وكتعامل معاه بالتي احسن وكتكبر به، جاو يلعبوا المباريات ديالهم في مراكش وكان استقبال اللي هو جيد، لعبوا كاس افريقيا 2019 كان المغرب كلهم معاهم. ولينا حنا دائما اي حاجه اي نجاح ديال المغرب كيكون كاين المغرب القجاع فاسد، او كنقولوا حقا المغرب يستحوذ على الكاف، المغرب يفعل ويفعل وهذا اي نجاح. حتى كره القدم المغربيه النجاح ديالها في كاس العالم ما كاين حتى تنويه، كاين غير تحنوا التبخيس والبخس ثم البخس والكل النقاط السوداء يبغيو يلفقوها المغرب. انا الامانه حسناوي يجب التعامل بالمثل. دابا بركه صافي، حنا هضرنا على هادشي، واش نبقاو نهضروا عليه دائما حسناوي في هادشي؟ هاد الناس خصنا نتعاملوا معاهم بالمثل. سالينا هاد الناس راه تم تهجير مغاربه من الديور ديالهم حسناوي، راه جا تفقير مغاربه من المنازل ديالهم من الجزائر. حنا كنبغيوش ندخلوا هادي في هادي. هاد الناس الحقد الحسناوي والكراهيه اللي لاصقه فيهم سبحان الله العظيم. انا هاد النجار اللي كان عندي بناقص منه، وجارك اللي كان حداك حسناوي ناقص وكيخلقك المكائد، وهذاك راه كتسد عليه ما كتبقاش تهضر معاه، ما كنبقاش نمد ليه ديالي لا والو. حتى هاد الناس سوء الحسناوي فيهم السوء وفيهم الحقد وفيهم كراهيه. علاش؟ حيت المغرب يتقدم حسناوي، المغرب غادي الحمد لله، فما كيتقدموا حنا تابعين. ندموا واحد المسابقه افريقيه تل الوسائل ديال النقل، دايرين وسائل النقل المدرسي، الامور اللي فين جالسين حتى الوفود شحال واحد تشكى منهم اخي. هاد الناس يجب التعامل بدون النظره بركانيه. نتمنى حسناوي هاد المباراه ما نلعبوهاش، ما نلعبوهاش ياك على الصحراء المغربيه، ما نلعبوهاش اخي، ما عندنا ما نديروا بها. راه الرئيس ديال الكاف غنشوفوا اليوم واش عنده الشخصيه ولا ما عندوش الشخصيه.
شوف اخي مصطفى، غير واحد المساله نتفقوا عليها. مسؤولين النهضه البركانيه رفضوا طلب ديال السلطات الجزائريه بانهم يغطيو الخريطه المغربيه اللي في الاقمصه، والسلطات صادرات الاقمصه ديالهم اللي غيلعبوا بها، وفريق النهضه البركانيه في موقع قوه. مساله هادشي يعني بسيط ولا نقاش فيه. علاش القميص ديال النهضه البركانيه لعبوا به لقاءات افريقيه وبالخريطه المغربيه؟ الا كان شي واحد اليوم اللي غيدفع الثمن غيدفعوا الفريق ديال اتحاد الجزائر المستقبل. وعيل باش نصحح واحد المغالطه، لان كيروجوها لبعض الاخوان كيقولوا لك هاد التصاور ديال الورد والاستقبال للتوضيح وبارطاجيو المره الالف للتوضيح، باش ما توقعوش ضحيه ديال مغالطات وترويج اكاذيب. البعثه ديال اتحاد العاصمه الناس ديالهم استقبلوا بعثه النهضه في المطار، عطاو لهم الورد، داروا اللي عليهم، مشاو جات السلطه الجزائريه حجزتهم، حيدوا لهم الاقمصه، راه ما عطاوهم لا غدا لا حتى شي حاجه. راه الناس ديال بركان مشاو واحد منهم بالدراع باش سمحوا لي يجيب لهم على الغدا باش يتغداو. هذا ماشي حشومه، ماشي حرام وحشومه، ماشي واش حنا دابا والاعداء ديالك حساو واش شوف الاعداء ديالكم كيتعاملوش معاك بحال هكا، وعدو يكون عدو معاك اخي. راه بعض المرات كتقول بعض الدول اللي حنا مع حسنا، وبعض المرات عندنا مع بعض المشاكل كنمشي عندها وما كيبقاش لنا مع هاد المشاكل اخي. واش هاد الناس كاع هاد الناس حسناوي كاع هما اش بغاو يكونوا، كاع اش بغاو يكونوا هاد الناس، اش بغاو يكونوا؟ انا ما فهمتش. شوف اخويا مصطفى، جوج ديال الانظمه الافريقيه ما كرهوش من يمحيونا من القاره، جنوب افريقيا والجزائر. داكشي اللي كيديروا ما يمكنش تخيلوا. العداء ديالهم لا حد له. انا راه حتى داك الموتسيبر ما كنثقش فيه. هذاك حسناوي غدار، هذاك حسناوي هذاك غدار هذاك. دابا بعض الاخوان كيشوفوه درويش وكيشكر المغرب، راه ماشي درويش، راه كيشكر المغرب بزز منه، حيت المكتب التنفيذي الغالبيه الصاعقه ديالو راه مع المغرب. ما عنده فين يتململ، ما عنده فين يتحرك، والمغرب راه كيرصد التحركات ديالو، وجامع ديك المناورات اللي كيبغي يدير كلها راه ما يعني راه لو كان لقى شي حاجه يديرها راه يديرها. حيت اليوم لو كان فعلا كانت عنده واحد الشخصيه قويه وهذا كانش عليه. اذا انا نستحسن يكون اجتماع عاجل ديال اللجنه ديال الكاف بعد الحجز او الحجز على الامتعه كذلك، وكذلك الحجز على النهضه البركانيه. اذا اجتماع عاجل. شكرا اخويا محمد مرتول، لان كان مرتقب خصو يكون. باش نقول واحد على القضيه للتوضيح باش نشيروا ليها. راه هذا الموقف ديال حنا كعندنا تواصل يعني مصدر يعني بالجامعه الملكيه لكره القدم. الاكيد بانك تعرف اليوم مصطفى الجامعه كلها منشغله بالاجتماع ديال المكتب التنفيذي اللي كان في الرباط اللي كينعقد الان. وغنذكروا بان المساله ديال السوبر ليغ لم تطرح في هذا الاجتماع، والنقطه الاساسيه هي كاس افريقيا النسخه المقبله. السوبر ليغ كاس الكاف ما درجوهمش في جدول الاعمال اليوم، ركزوا فقط على بطولات افريقيا النسخه المقبله. فهنا يعني باش نمشيو لواحد النقطه، يعني الجامعه مشغوله بهذا الموضوع هذا، ولكن كاين تنسيق مع المسؤولين ديال النهضه البركانيه، والناس ديال بركان راه في تواصل دائم مع لاكاف، وتيعطيوهم المعطيات وكيعطيو لهم المستجدات، ولاكاف هو كينسق مع السلطات الجزائريه ومع المسؤولين الجزائريين. اذا هادشي اللي كاين اخي مصطفى. وشوف نتمناو كما قلت، نتمناو بان اتخاذ تحتوي قرارات وعقوبات في يعني في حق الاتحاد الجزائري، اتحاد العاصمه الجزائري، لان لا ما خلاوش النهضه البركانيه يلعب الاقمصه ديالو فوق النهضه البركانيه، فهو واضح وجد واضح بانه خصو يلعب بالاقمصه اللي فيها الصحراء، خريطه الصحراء المغربيه. اذا لا ما خلاوش حسناوي، خص على الكاف او اللجنه ديال الكاف تتدخل باقصاء الفريق الجزائري، مش الاقصاء فقط، والحرمان ديالو بمشاركه حسناوي لمده واش 3 سنوات ولا 5 سنوات، لان هذا الشيء راه كثر. واقوله مره اخرى، فعلى على المعامله بالمثل الاخوان، المعامله بالمثل، حيت هذا الشيء كثر بزاف. وسمحنا وسمح وبلاتي وخاوه كنقولوا اوكي، دازت هذه وكنغمضوا عينيها، دازت هذه وكنغمضوا عينيها. هاد الناس راه ما غلبوناش، حنا راه ما غلبوناش، حيت المغرب الحسناوي قوي
على المستوى الدبلوماسي، قوي كذلك على المستوى القرارات، كياخذ قرارات اللي هي حكيمه. راه المغرب نكون على يقين حسناوي، راه مازال العاقلين ما ينساوش، راه المغرب نهار قرر باش يدخل الجزائر دخلها في يومين، دخلها في يومين وثلاث ايام دخلوا الجزائر. المغرب راه حسناوي راه يزف فيهم في نهار واحد ما يبقاوش. ولكن المغرب الحمد لله حسناوي كاينين الناس اللي ما بعقولهم، كاينين الناس اللي بالعقل ديالهم، وكاينين الناس اللي عندنا ملك اللي هو حسناوي رزين، عندنا كذلك حقوق الدبلوماسيه المغربيه حتى هي رزينه. ولكن للامانه باش نوصلوا لهذا الشيء خاصك، لا مشيتي للجزائر خاصك دوز لتونس، لا مشيتي للجزائر خاصك دير طائره. اش هذا الشيء يا اخوان؟ بارك حسناوي هاد كاع هاد الناس خاص نلعبوا معاهم كاع نهائيا، نلعبوش معاهم. اذا على العموم غادي يكون عندنا عوده الاخوان. الله يخليكم بالله حسن حسناوي يعطيك الكلمه، الله يجزيكم بخير الاخوان اللي معنا. هاد الحلقه بغيناها كما قلنا تبارطاجها على مجال واسع باش هاد الناس يعرفوا الحقيقه ديالهم، حيت المغرب حسناوي المغرب علاش ما عندناش مشكل مع تونس، حيت كاينين كيروجوا مغالطات وناس مغاربه كيتيقوا كيتيق. الا راه قلت لك دابا كيهزوا واحد التصور ديال داك الاستقبال ديال الاتحاد العاصمي اللي داروا في المطار وكيروجوه في المنابر ديالهم كيقولوا هاكو تشوفوا. لا راه البعثه النهضه البركانيه وكنهضروا مع ناس بركان من المطار ديال الجزائر محتجزين. الوجبه ديال الغداء تناولوها وسط المطار، حيدوا لهم الاقمصه، فرضوا عليهم التضرب على الخريطه. الناس ديال بركان ما بغاوش، والموضوع بيد الكاف. فهمتي؟ وتحيه لك الاخ عبد الاله الفاسي كذلك، وجميع الاخوان اللي معنا في هذا المنبر على يعني المتابعه ديالكم وعلى الحضور ديالكم دائما الدائم معنا. ونلتقيو معكم ان شاء الله كما قال اخي وصديقي مصطفى مساء اليوم. اذا كنشكركم كما قلت كل الدعم للنهضه البركانيه في هذه المحنه ديالو، وكذلك كل الدعم يعني في المباراه ديالو امام اتحاد الجزائر. انا والسي حسناوي غادي نقوم ان شاء الله على التعليق ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله اش نقول لكم، الله يدي بخلق. انا ما جاي الله لا دخلنا ما الله يصوب. اذا اسمع اخي مصطفى الاخ يعني مراد العجوز